الحمد لله. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بالأنوار. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح سبحانه فبفضله سبحانه، وإن عاقب سبحانه وتعالى فبعدله سبحانه. ولا إعراض على الملك المالك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله عز من اعتز به فلا يضال، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه. صلى الله ربي دائما ما دامت الدنيا، وزاد كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا جمعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، إنه مجيب الدعاء. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى إمامنا مالك رحمة الله عليهم جميعا. وكان الإمام الشافعي آنذاك شاب صغير، فجاء ليتعلم من إمامنا مالك رحمة الله عليهم أجمعين. فأعجب مالك بفطنته وذكائه، وقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا. قال الإمام مالك للإمام الشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال له: شفت أن الله سبحانه وتعالى يجعل واحد النور في قلبك، فعندك تمشي تطفيه بمعصية الله سبحانه وتعالى. عنوان الخطبة أيها الأحبة: اعتناء الإسلام بالقلوب. وفي هذه القصة اللي ذكرنا ديال الإمام الشافعي مع الإمام مالك دليل على حرص علماء الأمة وعلى اهتمامهم بالقلب وحرصهم على سلامته. هذا واحد. ثانيا، أن القلب النقي أساس الفهم والعلم. أن القلب النقي أساس الفهم والعلم. ثالث هذه الفوائد: أن المعصية هي أخطر مرض تصاب به القلوب. أخطر مرض يهدد هذه القلوب هي المعاصي. فهذه المعاصي تذهب نور القلب،
وتغيب فهمه، بل وتغير معاييره، فلا يعود يميز بين الحق والباطل، كيولي عنده كل شيء بحال كي الحق كي الباطل، نسأل الله عز وجل السلامة. فالقلب عند العلماء ليس مجرد عضو بحاله بحال الكبده، بحاله بحال المعدة، لا أبدا، ليس مجرد عضو، بل هو مركز الإيمان والعلم، وإذا كان عند الأطباء الموت الجسدي كما نقول هو توقف الدورة الدموية. فوقاش نقولوا بأن الإنسان مات؟ فاش كتوقف الدورة الدموية ما تيبقاش الدم يسري في العروق ديالو، تنقولوا بأن هذا الشخص قد فارق الحياة. والمسؤول عن هذه الدورة الدموية هو القلب، فهذا القلب ينبض في اليوم أكثر من 100,000 نبضة، وإذا كانت الأمراض المتعلقة بالقلب هي أخطر الأمراض على الإطلاق، ضرك المعدة يلقاو ليه الحل، ضرك المصرانة يحيدوها لك، ضرك المرارة يحيدوها لك، ضرك اللي بغا تضرك يلقاو ليها حل. لكن القلب هو أخطر عضو فيك، لأنه إذا توقفت الحياة. هذا موت. فحياة الجسد لا تقوم إلا بحياة القلب. فكذلك أيها الأحبة عند علماء السلوك يموت القلب ويمرض القلب ويسلم القلب ويصدأ القلب، يموت ويصدأ ويسلم ويمرض. يموت أيها الأحبة، وعلامة موت القلب ماشي الدورة الدموية، هذا في الجسد، لكن متى يكون قلب الإنسان ميتا؟ عندما لا يميز الحق عن الباطل، كي المعصية كي الطاعة عنده. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فاش كيتصاب هذا القلب بالعمى فلا يكاد يميز بين الحق والباطل، هذا هو الموت، بالتعبير القرآني العمى، نسأل الله عز وجل السلامة. أما بالنسبة للمرض فيقول ربنا تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلب يموت، يعني يعمى بالتعبير القرآني، والقلب يمرض مصداقا لقوله تعالى: في قلوبهم مرض، والقلب يكون أيضا سليما. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب أيها الأحبة يموت ويمرض ويسلم، ولا شيء أخطر على الإنسان من موت القلب أو مرضه. تجد أن الإنسان تيقول لك دوزت عند الطبيب وقال لي الحمد لله عندك القلب ناضي ما نخافش، لكن إذا أصيب بتصلب الشرايين ولا عنده مشكل في ارتفاع مستوى الضغط ولا عنده كذا ولا عنده شيء مشكل من المشاكل المتعلقة بالقلب، تجد أن الإنسان يخاف، لأنه يعلم أن موت القلب يعني موته. فاعلموا أن مرض القلب وموت القلب بالأحرى يعني هلاك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل السلامة. فالقلب بحال واحد الحاكم ولا واحد
رئيس ولا واحد القائد ديال الجند، إلا كان هذا القائد ولا هذا الرئيس ولا هذا الملك ولا هذا الحاكم إنسانا صالحا، فهذوك الأوامر اللي غادي يصدر للجند ديالو غادي تكون أوامر فيها منفعة، وغادي يكونوا حتى الجند ديالو غادي يكونوا صالحين. لكن إذا كان هذا الحاكم أو القائد أو الملك أو سميه ما شئت، إذا كان فاسد، إذا كان ضال، إذا كان ظالم، فلن يصدر منه إلا أوامر الفساد والظلم وقطع الأرحام وسفك الدماء، وبالتالي غادي يكون الأفعال ديال الجنود ديالو أيضا فاسدة، وغادي يكونوا الجنود ديالو فاسدين. والقلب أيها الأحبة هو أمير هذه الأعضاء، العين واليدين واللسان وغيرها من هذا الجسد. الأمير والملك الذي يتحكم فيها هو القلب. إذا صلح وسلم صلح سائر الجسد، وإذا فسد ومرض فسد سائر الجسد. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة ديال اللحم، قطعة من اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد ديال الإنسان كان واحد المضغة ديال اللحم، مضغة كمشات اليد، إلا صلحت كيصلح الجسد كامل، وإلا فسدت كيفسد الجسد كامل. وهذا حقيقة هذا الحديث هذا يرد على أولئك الذين يدعون صلاح القلوب. إلا قلت لي اتق الله وتجنب المحرمات ولا حافظ على الفرائض، ولا فيبدأ في ضرب صدره، أو بالأحرى في ضرب الشق الأيسر من صدره، وهو يقول الإيمان هنا. فمثله حقيقة كمثل الذي يريد أن يشتري بضاعة، فاش قال له مول المحل جبت تخلص، بدا تيضرب في جيبه ويقول له العقارة كاينه هنا، هو راه ما عنده حتى ريال. كون كان تكون جبتي تخلصوا، كون كان الإيمان لا ظهر في الأعمال، كون كان القلب صالح لا ظهر في الكلام وفي التصرف وفي الفعل وفي الترك وفي القول وفي الصمت. لأن أيها الأحبة هذه القلوب بحال واحد البونجة عمرات، فاش كتعصر هذاك الشيء باش عمرات هي اللي كتخرج. فالإنسان في حركاته وسكناته بحال هذا البونجة، داك الشيء اللي كاين في قلبه هو اللي تيخرج. كان الإيمان تيخرج الإيمان، كان الضلال تيخرج الضلال، نسأل الله عز وجل السلامة. وقال أبو هريرة كلاما، قال: القلب ملك والأعضاء جنوده. القلب ملك والأعضاء الجنود دياله، فإن طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود، هكذا. وأحد السلف الصالح قال: القلب هو الأصل، فإن كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. داك الشيء اللي بغيتي، داك الشيء اللي في قلبك يعبر عنه لسانك وتسعى إليه جوارحك. هذيك الحاجة اللي القلب ديالك متعلق بها بلا ما تشعر أنت كتلقى راسك غادي ليها. لذلك بلا ما تكذب على راسك وتقول أن راه عندي الإيمان وعندي حب الله عز وجل، وأنت تضيع فرائض الله وأنت تنتهك حرمات الله، فإن أقل ما يقال في هذا القلب أنه قلب
مريض. أقل ما يمكن نقول لك في هذا القلب ديالك أنت ما دمت تنتهك الحرمات وما دمت تفرط في الفرائض كذا، أقل ما يمكن نقول لك أنه مريض، وقد يكون حقيقة في عداد الموتى. أيها الأحبة، بل إن القلب محط نظر الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شحال من واحد حفظوه غلط وكيستدل به غلط. واحد المرة كنا نتحدث عن الأعمال وعن كذا وعن الاجتهاد، نض واحد من أولئك الذين أسميهم مربع الرأس، نض هو يقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحديث قاعد معوش، وهكذا يستدل به كثير من الناس. دابا اسمعوا الحديث باللفظ الصحيح ديالو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا الله ما كيشوفش الصور ديالنا ولا في المال ديالنا. شكون اللي تيشوف هذا الشيء؟ الناس. كتبغي تخرج عند الناس تزين ليهم داك الشيء اللي بغاو يشوفوا، يشوفوا وجهك، يشوفوا اللبسه ديالك، يشوفوا شنو كذا، تزين ليهم الدار هذه داخله في المال، يشوفوا الدار ويحلوا فمهم ويعجبهم الحال. أنت تسعى لإرضاء الناس وتزين محل نظر الناس، لأن هذا هو معيار احترام الناس لك، هذه هي معايير رضا الناس عنك. أسألك الآن وأسأل نفسي قبلك، كيف حالك بمحل نظر الرب سبحانه؟ هذا الشيء اللي يشوفوا فيك الناس انت ايتي ما تزوق فيه، لكن داك الشيء اللي بغى الله يشوف فيك كيفاش داير معاه. يعني كيفاش داير معاه جوج ديال الحوايج، كيف داير مع القلب ديالك، واش كتصلحوا، واش كتزينوا بالتقوى، واش كتزينوا بالخوف، واش كتديها فيه مرة ولا خليتيه كيموت، وشنو هو الوضع ديالك مع العمل ديالك. لأن الله تيشوف هاد جوج الحوايج، تيشوف القلب شنو فيه وتيشوف العمل ديالك كيفاش داير. فواش كتصوب العمل ديالك باش الله يرضى عليك كما بغيتي دوك الناس يرضوا عليك؟ فزين قلبك عملك، يعني زين محل نظر ربك إليك بقدر ما تزين به محل نظر الناس، أو زد على ذلك، بل زد على ذلك. لأن الله عز وجل أحق بأن يزين له محل نظره وأن يجمل له محل نظره سبحانه وتعالى. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. والذي يجب أن يدرك أيها الأحبة أن القلوب لا تؤتمن. عندك تمشي تثق في القلب ديالك، القلوب لا تؤتمن، فهي شديدة التقلب عظيمة التغير كثيرة التفلت.
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شحال من واحد صبح مؤمن وأمسى كافر، وشحال من واحد صبح أمسى مؤمن وأصبح كافر. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وسيدك، أتقى الناس لله وأعرف الناس بالله وأعبد الناس لله. كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من هذا الدعاء، وقلبه لا شك أنه كان قلبا سليما، فهو الذي شك صدره. الصدر ديالو تشك وتجبد وتحيد منه النصيب ديال الشيطان وغسل في ماء زمزم. هذا قلب سليم. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما قلبي أنا وأنت قلوبنا تحتضر ونأمن، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحبة، كيشري شي واحد شي حديدة ما تيبغيش يخليها على برا باش ما تبوراش، تيركب شي باب وتيصبغو باش ما تبوراش ما تصدعش. هذا القلب أيها الأحبة هو سبيل دخولك الجنة أو هو سبب دخولك النار، نسأل الله عز وجل السلامة. وهذا القلب يصدع كما يصدع الحديد، كما كيتصدع الحديد حتى القلب يصدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ شنو هو الدواء ديالها يا رسول الله؟ فقال: ذكر الموت وتلاوة القرآن، وفي رواية ذكر الله. عباد الله، إن قلوبنا حقيقة بين قلب ميت وقلب محتضر وقلب متصدع مريض، وقل من قلوبنا السالم. كيف لا؟ وقلوبنا لا تكاد تتأثر بالقرآن، لا تكاد تتأثر بالموت، لا تكاد تنكر منكرا ولا تعرف معروفا. بل إن الوصف الدقيق لقلوبنا قوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه الحجارة ما كاينش شي حاجة اللي أقسى من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه القلوب لا تتشقق ولا تهبط ولا تتأثر. ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أوصي نفسي أولا وإياكم بملازمة الذكر ومجالسه، بملازمة الذكر ومجالسه. راح شوما أيها الأحبة، نجيو للدرس ديال نهار الجمعة والسبت والحد،
ونلقاو 10 15 الناس اللي حاضرين معايا في الدرس. انا لا اقول لكم اجوا حضروا لي انا، لكن للاسف انه ما كيحضر لا لي لا شي واحد اخر. هذا الغياب هو الذي ادى بنا الى موت القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالذي أخشى نفسي على نفسي وأخشاه عليكم أيها الأحبة طول الأمد بيننا وبين ذكر الله عز وجل. فاحرصوا بارك الله فيكم على ذكر الله والاستماع للقرآن وحضور مجالس الذكر وحضور الجمعات وإقامة الصلوات، فإن هذا من شأنه أن يخفف من آثار المعاصي على هذه القلوب المريضة التي تحتضر، إن لم أقل على هذه القلوب الميتة. فاللهم أحيي قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من لهم الحق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.